مساء الخير. أهلا وسهلا بيكم. أهلا وسهلا بيكم، ونتمنى إن برنامج القاهرة مباشر ينال إعجابكم. أهلا وسهلا بيكم وإحنا بنطمح إن نناقش أحلامكم. أهلا وسهلا بيكم وإحنا بنقول إن إحنا لازم كلنا نتغلب عن الخوف ونحط مصلحة بلدنا قدامنا. أهلا وسهلا بيكم. بنناقش قضايا سياسية، قضايا شائكة، قضايا أمنية. بنناقش أحلامكم، بنقول اللي بيدور جوه وجدانكم على قد ما نقدر. وممكن تشاركونا في البرنامج عن طريق صفحة الفيسبوك اللي ظاهرة قدام حضراتكم. النهاردة معانا بعض التقارير وبعض المواضيع المهمة اللي بنبدأ بيها أول حلقاتنا النهاردة. في المقدمة هنناقش موضوع مهم جدا، وهو موضوع حرب الميادين في مصر المحروسة. حرب الميادين اللي بدأت من ميدان التحرير، حرب الميادين اللي طلعت من القاهرة من التحرير ووصلت لاسكندرية في ميدان القائد إبراهيم. حرب الميادين اللي انتهت بسيدنا الحسين. حرب الميادين وآخرها كان امبارح 500,000 مصري في ميدان التحرير، وكان باع جائلين وباعت أعلام، وغاب عن المشهد أكبر قوتين. غاب عن المشهد الجيش المصري العظيم، وغاب عن المشهد الشرطة الداخلية اللي احنا كلنا نفسنا تنزل. طيب الجيش ما نزلش امبارح، الداخلية ما نزلتش ليه؟ والمشهد كان مختلف ما بين التحرير وبين الحسين. ونشوف مع بعض التقرير ونرجع تاني. زي ما نزلت معاهم في الاول نزلت معاهم برضه في ثوره الغضب الثانيه. انا جاي النهارده بص فرحان اخر فرح. انا جاي مش عشان خاطر ابيع، انا ممكن اخسر الشغل، انا مش عارف، مش جايب شغل، بس انا جاي هو ده شغل واكل عيشي، فاهم ازاي؟ وانا مش عايز حاجه غير الناس دي كلها اللي معلقه صورها ديتي حسني مبارك وغيره وغيره وغيره، كلهم مش يتحاكموا ولا يتعادموا، ده يجرجروا من هنا من مصر لاسوان، يجرجروا على بطنهم ووشهم كده ويضربوا بالجزم، كل واحد مواطن في شعب مصر يضربهم بالجزمه. هم دول اخسر ناس عندهم مطالب هم حاسين بيها. بقيه الشعب حاسس بس ما وصلتش لدرجه من المشاركه الفعليه زي ما الشخص المباشر ده حاسس دلوقتي. يعني هقولها لك بالبلدي، ما يحسش بالنار الا اللي كابشها. مش شايف محاكمات واضحه وصريحه، شايف ان هم كل شويه في مماطله في المحاكمات، شايف ان في قاضي اسمه عادل عبد السلام المفروض قاضي اللي حكم على ايمن نور ومتهم وحكم على خيرت الشاطر ومتهم في قضايا كتير، والمفروض ده مش ده اللي يحكم على حبيب العدل ويحكم على ناس فاسدين. انا جاي النهارده عشان خاطر عايز استقرار في البلد دي. لو انا عايز استقرار فعلا يبقى عايز احل ملف الامن وعايز احل ملف الاقتصاد، والحاجات دول مش هيتحلوا غير بدستور. اولا لو اتفقنا على دستور بيقول الاقتصاد بتاعنا البلد دي فيها راسماليه ولا اشتراكيه، راس المال هيعرف يجي البلد دي او ما يجيش. بسم الله الرحمن الرحيم. إيهاب جزلان من خان الخليلي.
بشتغل هنا في الدهب مع الأجانب. طبعا من ساعة 25 يناير والسياحة عندنا هنا في الخان وقفت، ما بقتش زي الأول. فاحنا قلنا نعمل المظاهرات دي النهارده علشان ما يحصلش فتنة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري، وده اللي عايزينه الناس طبعا اللي واقفين في ميدان التحرير، وائل غنيم ومحمد البرادعي وكل الناس دي عايز تعمل كده عشان يقسموا بلدنا، وبلدنا عمرها ما تتقسم، بلدنا كلها ايد واحده، واحنا نفسنا بلدنا ترجع احسن من الاول، وباذن الله هترجع احسن من الاول. اللي احنا فيه دوت واقف حال البلد، واقف الحال دوت ما ينفعش. البلطجيه اصلا من الشرطه، البلطجيه وعمل البلطجيه من الشرطه. موقفنا، انا راجل عامل بشتغل يوم بيوم ومعيش جنيه في جيبي، ها، ويجي يمد ايده في جيبي ياخد 300 جنيه. مش عارفه اقعد انا من البلطجيه في المنشيه، ولا في حكومه اروح للحاكم يعمل لي محضر وكده، ولا عارفه اشتغل ولا عارفه اي حاجه. الحاجه غليت اكتر من الاول، والناس شد تعب، يعني الحاجه غليت اكتر من الاول من ايام النظام القديم. الناس تعبت مش لاقيه تاكل، الناس هتعمل ايه طيب؟ والله الشعب مظلوم والشعب غلبان ومش لاقيين ناكل ولا نشرب، كل حاجه غلوها، حرام عليهم، اكلوا البلد ونهبوها وعايز يخربوها. كلنا بنعمل فوضى، مفيش حد بيعمل منظم حاجه. المفروض يعني زي ما بيقولوا اللي ملوش كبير فعلا بيشتري كبير. احنا مش عارفين مين اللي سايق، ما احنا مفيش حد سايق، كلنا سايقين. دي فوضى اللي احنا فيها، دي فوضى. فين ايه ده؟ بلطجيه وقله ادب. احنا بنندم ان الثوره اتعملت اساسا. انا جاي اوجه كلمه لشباب ميدان التحرير، بقول لهم كفايه كده، حرام عليكم، انتوا ما اسقطتوش النظام، انتوا اسقطتوا مصر بحالها. الناس مش لاقيه تاكل، حرام، عملتوا اللي عليكم واسقطتوا النظام وانتوا وقعتوا البلد. الناس جعانه وبعد كده هتحصل مجاعه وهتحصل فوضى والبلد هتتقسم، ما ينفعش الكلام ده. هنستكمل حرب الميادين مع زميلتنا مراسلة البرنامج في الإسكندرية ومطروح الزميلة علا حسن. مساء الخير. الو. الو. ايه يا علا، ازيك؟ اهلا يا محمد، ازيك؟ ايه اخبار الحرب عندك؟ لا الحمد لله. امبارح رغم ان كان في قلق وتوتر كبير جدا من الناس ان كان احتمالات ان يحصل حاجه، بس الحمد لله اليوم عدى على خير. خليني اقول لك ان كان في تجمع مجموعه من المواطنين، يعني يصل عددهم لحوالي من 5 ل 7000 عند كالعاده عند جامع ابراهيم، وده عقب صلاه الجمعه. اتجهوا بعد كده من خلال شارع بورسعيد برضو كالعاده للساحه بتاعه سيدي جابر. دي المظاهرات اللي واضحه على الشاشه تصويركم. اتفضل. دي المظاهرات اللي على الشاشه اللي كانت في اسكندريه امبارح. تمام يا فندم، تمام. دي طبعا حضرتك عارف ان كانوا اطلقوا عليها جمعه الغضب الثانيه. هو كان في مجموعه كبيره ليس لهم اي انتماءات، لكن طبعا كان في قوى سياسيه كتير مشاركه. يعني في احزاب كانت حزب الغد والجبهه الديمقراطيه والمصريين الاحرار. كان في كمان مجموعه من الحركات اللي شاركت، حركه شباب من اجل العداله والحريه، حركه شباب 6 ابريل، والحركه الاشتراكيه التحرريه. معلش يا علا بعد اذنك، كنت علا معايا؟ ايوه. بقول لك يعني هل الاحزاب زي حزب الغد والجماعات كان ليها دور مؤثر امبارح، ولا عشان الجماعات الاسلاميه غابت عن المشهد بشكل كبير ما كانش فيه دور مؤثر للاحداث امبارح؟ لا، هو كان في دور لكل حد كان موجود الحقيقه، وكان في مجموعه كبيره كمان من الشباب زي ما قلت لحضرتك ما لهمش اي انتماءات. يعني كان في ناس كنت حاسه انهم متواجدين مجرد انهم عايزين يتابعوا الاحداث، لكن هم ما لهمش اي انتماءات سياسيه. لكن الاحزاب حضرتك عارف برضو هي لسه ما بقاش ليها تواجد قوي، يعني يمكن حزب الاخوان او جماعه الاخوان المسلمين هي الوحيده المنظمه لغايه دلوقتي. طب بقول لك المنشورات اللي كانت بتوزعها احزاب دي امبارح كانت منشورات ايه دي، ولا احزاب مين ولا؟ تمام. هو كان في الحركه اللي تابعه للحمله الشعبيه لدعم البلديه بالاسكندريه، دي كانت موزعه بيان بعنوان جمعه الغضب الثانيه، ثوراتنا مستمره، مطالب يوم 27/5، وكان لهم عده مطالب على فكره، يعني تقريبا المطالب واحده. يعني تقريبا معظم مطالب الناس دي واحده. كان برضو في الجبهه التحرريه الديمقراطيه برضو كانت وفي الحركه الاشتراكيه التحرريه برضو كانت بتوزع بيان. يعني تقريبا تحب اقول لك يعني معظم الناس كانت بتتكلم كان مطالبها ايه؟ يا ريت.
تمام. طبعا دول بخلاف الاخوان المسلمين اللي هحكي لحضرتك عليهم دلوقتي. يعني معظم المطالب كانت بتنادي بمحاكمات عاجله وعلنيه لرموز الفساد، ورفع حاله الطوارئ، حل المحليات، تأجيل الانتخابات البرلمانية، ودي يمكن كان التأكيد عليها، وهم كانوا بينادوا بالسرعة في إعداد الدستور الجديد. واخبار مطروح ايه يا عم؟ نعم؟ اخبار مطروح. تمام. هي مطروح حضرتك عارف هي بلد هاديه شويه، لكن امبارح كان في تجمع يعني من حوالي من 500 ل 700 فرد كانوا متجمعين في شارع اسكندريه اللي هو شارع رئيسي في مطروح، وده كان برضو من قبل الصلاه لغايه بعد الصلاه، وكانوا برضو تقريبا لهم نفس المطالب اللي هو الدستور، تشكيل دستور جديد للبلاد، وتأجيل الانتخابات البرلمانية. متشكرين ليك يا علا. لكن في مرسى مطروح ما كانش العدد كبير، وحضرتك عارف كمان مطروح يومين دول فيها ليبيين كتير. متشكرين ليكي، والحمد لله ان انت نجيتي من الحرب بتاعت امبارح. ادينا شفنا مطالب الناس عايزه الداخليه تنزل، الناس بتقول عايزين نأجل دستور ونأجل مجلس شعب. طب مش في استفتاء اتعمل؟ طب مش احنا كلنا اتفقنا على مبدأ ان احنا نؤمن بالديمقراطية وبنتيجة الصندوق؟ طيب الوقفات دي هتودينا لفين؟ طب بقول لكم ايه، ما تيجوا ندخل على فقرة جميلة جدا بقى، فقرة ما حدش ناقشها. ايه رأيكم في بيع رئيس؟ والله بيع رئيس، ما تستغربوش. في انباء قوية ترددت مؤخرا حول وجود عروض عربية من الخليج طالبين فيها يدفعوا فلوس وياخدوا الرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته. الناس شايفين في الراجل ان عنده فكر ممكن يفيدهم في إدارة بلادهم، الناس حاسين بأهميته، الناس بيتكلموا عن رئيس مصري سابق الشعب رفضوا وعزلوا وعايزين هم يرحموه، بيقولوا ان الشعب ده هيحاكمه محاكمه مش كويسه ومحاكمه مش عادله، واحنا يا جماعه محتاجينه. طب هم محتاجينه يتعلموا منه حاجه؟ طب هيتعلموا منه ايه؟ طب ما لو عملنا مزاد ايه اللي يحصل يعني؟ هم يدفعوا كام؟ طب بقول ايه، ما تيجوا نشوف التقرير ده عشان تشاركونا. يلا. طبعا لازم تجاري محاكمته ومحاكمه كل الفاسدين وكل اللي بيغلط بشكل عام، مش عشان هم كانوا في السلطه. حضرتك ايه رايك في عرض الدول العربيه اللي عرضاه بان هم يدفعوا مبلغ مالي لاطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ لا، هو بالنسبه للدول العربيه احنا مش محتاجين لها عشان تدفع. هو يكفي الالم النفسي اللي هو فيه الراجل ماشي، وهيرجع الفلوس اللي عنده هو واولاده. كرامه المصري فوق كل شيء، ودي ثوره شباب. دلوقتي هم عايزين يحاكموا مبارك، ماشي، عايزين يحاكموه، بس كل حاجه بتيجي بوقتها، يعني كل حاجه يعني مش حب جزم اللي احنا هنحاكمه دلوقتي، وبعدين ده راجل كبير. هم ليه زي ما بينسوا الانجازات بتاعته؟ انا مش ضد اللي هو يتحاكم، ومش ضد الثوره اللي هي اتعملت، بس كل حاجه يعني لازم في استقرار، ولازم كل حاجه تيجي في وقتها، ونسيب الناس الكبيره هي اللي بتتصرف، مش كل حاجه عايزينها في ميدان التحرير لازم تتحقق. طبعا انا مش مع العفو، لان في شهداء وفي ناس ماتت، وفي طبعا في سلبيات حصلت في 30 سنه، فما ينفعش طبعا كل الكلام ده نتغاضى عنه في سبيل الفلوس. المفروض انه الفلوس تدفع وهو يتحاكم بما يرضي الله، لان هو اخطا كتير قوي. والله احنا بنطالب بردك بمحاكمه عادله للرئيس السابق، ما يبقاش فيها اي ولا تظلمات ليه ولا اي محافظات ليه، بس بمعنى كده ان احنا يعني نطالب بس بمحاكمه عادله، لكن احنا مش هنستفيد حاجه بمحاكمته. فعشان كده احنا بنقول خلاص بقى يبقى عفى الله عما سلف عن الفتره السابقه، وخصوصا ان هم مش عارفين يثبتوا اي شيء عليه، تمام، ونبدا بقى صفحه جديده بان احنا خلاص احنا عايزين نسكنه ونحطه تحت القوه الجبريه، لكن مش معنى كده ان احنا لازم يتسجن ولازم. طب في ناس كتيره جدا بريئه، هل معنى ذلك ان لازم ان احنا نحاكمهم زي ما بيؤمر ميدان التحرير؟ لا طبعا، لا، لازم نحاكمهم محاكمه عادله شويه، ويبقى في حكم عادل، ما يبقاش ان احنا خلاص ديكتاتوريه التحرير لازم تنتهي، لان في امور كتيره جدا ما ينفعش تتحسم من ميدان التحرير.